السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الحمام المحشي بالفريك. طبعا انا غسلته غسلة حلوة قوي قوي، وعملت طبعا بمحلول النقع بتاعي اللي هي مية وخل وليمون وجنزبيل او زنجبيل على حسب ما انت ما بتقولي، وحبة ملح صغيرين، وبتسيبيه يتنقع شوية، وبعد كده بتغسلي غسلة حلوة تاني، وخلاص على كده بتبتدي ايه تشتغلي فيه. طبعا اهو حطيت الحمام كله هنا، بس طبعا في حد عندي مش بيحب الحشو الفريك، فطبعا هتتسلق من غير ما تتحشى. ده عبد الرحمن الصغير، طبعا انتوا عارفينه بيطلع معايا في الفيديوهات على طول، الصغنطوط ده اصغر حته عندي اصغر نمره. هنا بقى القلوب بتاعتهم بقى والكبده والقوانص وكده، دي طبعا هنستغلها نحطها في الفريك. الفريك بقى بعمله بطريقه مختلفه خالص، يمكن في ناس بتعمله بطريقه، انا طريقتي مختلفه شويه. في بيعملوا مثلا حبة ملح بس وزبدة وفلفل اسمر وخلاص، بس انا بعمله بطريقة تانية خالص. انا بجيب توم وبجيب بصلة واحدة بس وفصين توم من هنا، بفرمهم مع بعض. وبحب اجيب قوي الفريك اللي هو الضحى، منتجات الضحى كلها، البقوليات كلها في منتهى الجمال. يعني انت ممكن تاخديه ما تنقيهوش، بس انا طبعا لازم بقلبه كده تقلبتين كده، واغسله غسلة حلوة قوي قوي قوي، وانشله من المية، وابتدي ايه اشوحه على النار. هنا حطيت البصل وهحط الثوم، بس عايزه اوريك انا بقشر الثوم ازاي بطريقه حلوه قوي. بص الثومه دي اللي هو ايه، الثوم الجديد الطري ده شويه، بص سهوله تقشيره، بعمل كده واطلع الفص بالطريقه دي. الطريقه دي سهله جدا جدا كده، اسهل من التقشير العادي. بقسمها الثوميه بقسمها، يعني في يقولك ايه طب ما انا ايدي تبقى ريحتها توم، ريحتها توم، ريحتها توم، يا ستي ايه المشكله؟ باغسليها وحطي كريم مش هيحصل حاجه، او برفيوم يعني اي حاجه يعني. فطبعا احنا بنقشر كده الثوم بطريقه كده سريعه وسهله، وهحط الاتنين مع بعض وافرمهم اهو زي ما انتوا شايفين كده. الطريقه دي جربوها، انا كنت ناويه اجيب الصراحه واحط في الفريزر، بس لسه ما فرمتش، يعني جبت التوم بس لسه الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنزل بالفيديو بتاع تفريز التوم ان شاء الله. انا كده بس اخدت منه عشان كنتش لسه فرمت. انا كده حطهم على بعضه، فهفرمهم بقى فرمه ايه، خليها ناعمه خالص زي ما انتوا شايفين. بحب البصل احمر قوي لما بيتفرم، بصوا لونه بيبقى جميل قوي بيبقى لونه جميل. فباخده طبعا ايه وابتدي طبعا ايه اشوحه كده على النار. انا حطيت حبه زيت، احنا الصراحه مش اكتر اكلنا مش بنعمله بالسمنه، لان السمنه بحس انها تقيله جدا عليا، انا ما ينفعش ان اكل اي حاجه بالسمنه، فبستعمل الزيت او عندي سمنه بلدي ماشي، ما مش موجود سمنه بلدي يبقى اللي هو الزيت العادي النباتي. لكن اللي هي السمنه التانية دي انا ما بستعملهاش، بتتعبني جدا، انا الدكتور منعني عنها تماما يعني. فطبعا انا ايه هشوح كده البصل، واول ما يدخل في اللون اللي هو ايه شويه ذهبي خفيف كده، هبتدي احط الكبد والقوانص واديها تقليبه. ليه بقى؟ عشان تاخد صدمه النار. انا مش هينفع احط الكبد والقوانص على البارد، مثلا على الفريك على طول، هتبقى طعمها فيها زفاره شويه كده. لازم بتاخدي الصدمه الاول اللي هي مع الزيت وهو سخن على النار كده مع البصل، وتديها تشويحه حلوه محترمه كده، وتقليبه بقى. وبعد ما ياخدوا اللون الاتنين، ان كانت الكبده والقوانص القلوب دي مع البصل ياخدوا اللون الصح، بتبتدي تنزلي بقى ايه بالفريك. طبعا الفريك اللي هو اللي ورا ده انا غسلته ميته نضيفه زي الفل زي ما انتم شايفين كده. فانا مش باخد ازاي، مش بصفي الميه وبقلب الفريك كله على بعضه على النار، لا، عشان ربما يكون في حصوه في حاجه تحت، لا انا باخد بالمصفى واصفي كده واحط على البصل اهو. بص اللون ده، اللون ده حلو قوي، ما تغمقاش اكتر من كده. طبعا هبتدي انا بقى ايه اخد دي بتساعدني جدا الصراحه، المصفى دي بتساعدني جدا. بص بنزل منها الميه خالص كده، لان انا لما هزود ميه في الاخر ازود ميه من الحنفيه، مش هاخد الميه بتاعت النقعه دي. ونصيحه يعني مني، لما اكوني نقعه مثلا بتاع دوت ترمس، ما تغليش في ميه الترمس المنقوعه. اللوبيا الفاصوليا الحاجات اللي بتتنقع دي ما تغليهاش او ما تسلقيهاش، بمعنى اصح في نفس الميه بتاعت النقعه. انت بترمي الميه دي وبتحطي ميه نظيفه. تمام كده. كده انا حطيت الفريك، هديله تقريبا محترمه كده، لما احس ان هو ايه تمام نروح حاطه كوبايه ميه سخنه، ما تحطيش كوبايه ميه بارده، كوبايه ميه سخنه
علشان خاطر ما يبقاش الاكل ريحته زفاره او طعمه مش حلو. لازم ميه سخنه. تمام. انا محضره الكوبايه اهي، وادي الفريك كله، حطيت الكميه كلها اهي، وتقليبه بقى حلوه ومحترمه كده. وبعدين هبتدي احط الميه. بجد الطريقه دي حلوه قوي. في كتير ما بيعملوش كده، بقولك بيحطوا حته زبده ويشوحوا كده الفريك وحبه فلفل اسمر وملح وخلاص. انا حاطه هنا بصوا في عود قرفه، وهنا في بصل، مش سوري ملح وفلفل اسمر، ومعلقه كزبره ومعلقه زعتر صغيره جدا. الزعتر بحبه قوي في الحاجات دي وفي التتبيلات على فكره. وعود القرفه ديت حلوه قوي قوي قوي، تحطيه مع الفريك. وبعدين انت كده كده اوريدي بتشيليه اهو. دي كوبايه الميه السخنه، وهسيبه بقى كده مع نفسه. وبعدين اغطيه واسيبه يشكشك كده مع نفسه لحد ما يستوي. طبعا ولادي طلبوا باميه، هعمل لهم باميه جنب الحمام. طبعا بعت جبت، انا ما بجيبش دي، بجيب بسمه منتجاتها حلوه جدا جدا. اول مره استعمل الصراحه الكيس ده، بس واضح ان الباميه وانا ماسكه الكيس كده حاسه الباميه كده ما شاء الله كبيره. يعني انا بحب اجيب الزيرو الصغيره، بس دي شكلها كبيره. هنحط هنا البصل، واحط جزء من الثوم، ماشي، يتحمروا مع بعض تحميره كده حلوه. وبعدين احط الطماطم، وبسيب الجزء التوم دوت علشان التكه الاخيره بتاعت الباميه دي اساسي. بعد ما تخش في السوا وخلاص بحط حته التوم الصغيره دي واديها غلوه. بعد كده اقفل الغطا واسيبها مع نفسها، بتدي طعم للباميه فظيع. حته التوم النيه في الاخر دي بقى يعني تكه حلوه قوي، يا ريت تجربيها. وادي الطماطم اهي. بصوا الباميه طلعت قد ايه. يعني حتى لو انا عايزه اقسمها، هقسمها ازاي؟ هي بتلجها، انت المفروض بتفضيها بتلجها، ما ينفعش تسيبيها تفك بره وبعدين تحطيها، ما ينفعش خالص خالص خالص، لازم الحاجه تتحط بتلجها. طب انا هقسمها ازاي؟ بصي كبيره ازاي، وفي اكبر كمان، يعني هو في اكبر، بس انا حاولت، انا فضيتها الصراحه في طبق، ومسكت المقص بتاع الاكل، رحت مسكت قعدت اقصقص كده واقسمها بالنص، بحيث ان انا انجز نفسي بسرعه علشان ما تفكش. لو فكت مني هتبقى مش حلوه، هتبقى لا مش حلوه في الاكل. اي حاجه مجمده نصيحه تحطيها بتلجها. لاني زمان وانا صغيره، يعني يمكن اول ما اتجوزت وكده، فكنت جايبه مره كيس بسله، فانا سبته يفك الاول، كنت لسه في بدايه ان انا بعمل اكل وحاجات كده يعني. فحطيت البسله سبتها تفك وبعدين حطيتها، طلعت بقى مش قادره اقول لكم عامله ازاي. كنت لسه سنه اولى طبخه خالص يعني. اتعلمت اني لازم تحطي الحاجه بتلجها. حطينا التوابل بتاعتنا وحطينا كل حاجه، هنا بقى الفلفل وملح بس، صلصة او طماطم بتاعت الخضار يعني. عموما هو فلفل، ما تحطش اي توابل، فلفل اسمر او فلفل اسود وحبة ملح. بصوا النبي، بصوا النبي البامية كبيرة ازاي. طب انا اقول انا حاولت اقسمها، بص انا قسمتها بصي وكبيرة، يعني انا قسمة قسمتها وفي ما قسمتهاش. دي بصي مقسومة. يلا مش مشكلة، بس لسه بصوا بتلجها ازاي، لسه تلجها بص محتفظ بيها. بعد ما تاخد غلوه لازم الطماطم كده زي ما انت شايفه ما تحطهاش وهي من غير ما تغلي ولا من غير ما تتسبك، لازم تسبك الطماطم الاول وتحطي الخضار عليها وتسيبيها مع نفسها بقى تاخد وتدي بشكل ودي على النار. بعد ما تستوي تخش في السوا بتحطي حته الثوم اللي قلت لك عليها. هنفضي بقى حوالينا كده ونبتدي نشوف هنعمل كمان. هنا هجيب بقى الحمام لازم، او الفراخ البلدي اللي انت عايزه تحشيها دي، لازم تنشفيها بالمنديل من جوه ومن بره، لازم تكون ناشفه خالص، ما تسيبهاش بميتها، لان هي الميه اللي بتبقى جوه دي ساعات بتبقى عامله طعم زفاره شويه في الحاجه. لازم بعد ما بتغسليها بالخل، وزي ما قلت لك ميه وخل وليمون وملح وجنزبيل النقع، محل النقع بتطلعيها، ولازم تنشفيها كويس جدا 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 بمنديل من جوه ومن بره. طبعا مش هقعد انشفه كله واضيع الفيديو في التنشيف، لان طبعا عارفه ان الفيديو طال مني شويه، بس مش مشكله، هي كلها فيها تكات وافتكاسات وكده وحاجات لازم الواحد يشوف الفيديو من اوله لاخره. بجد مش هتندمي، هتلاقي فيه معلومات جديده وحاجات جديده لسه ما مرتش عليكي قبل كده. طبعا خلاص انا كده نشفتها من جوه نضيفه، ما فيهاش اي حاجه، وناشفه خالص من جوه زي الفل، ما فيهاش اي حاجه. هبتدي طبعا هبتدي احشي كده. انا عملت الكميه كلها نشفتها، وكده قلبت الفريك طبعا سبته لما حد ما هدي خالص،
بقى يا دوبك اهي بتاعت القرفه خلاص رميتها. يا دوبك بقى دافي كده عشان ايدي ما تتلسعش لو انا هحشي بايدي. انا طبعا هحشي بالمعلقه وممكن اكمل بايدي معرفش لسه يعني. فطبعا ايه همسك كده تحشي، وخدي بالك ما تحشاش للاخر تقولي مثلا ايه ده انا هملاها فريك عشان تتحط شكلها مبقلص كده وجميله. لا ما تملاهاش، يعني الفريك هيزيد معاكي في السوا هيزيد، فطبيعي ان هو ممكن تتفتح بقى الحمامه تتفتح او السمان لو انت حشيتيه. وبعدين انا عملت هنا الجلد اللي هو ما بين الجلد واللحم بصباعي كده ايه وسعت كده عشان هحط هنا فريك برضو. تمام، وسعت كده بصباعي وهحط فريك برضو. ما تحطيش كتير لان الجلد سهل جدا جدا ان هو ايه يتقطع منك او يتفتح ساعه السلق. وهقولك على حاجه جميله، خطوه جميله جدا جدا. لو انتي مش هتعرفي تكتفي الحماميه كده من تحت زي ما بنحط علامه الاكس كده برجلها من تحت كده، انت ممكن تقفلي بالخله. تمسكي الخله وتقفليها. زمان زمان خالص انا افتكر ماما كانت بتعمل ايه البط، كانت تعمل بالخيط والابره وبعدين تسحب الفتله. هتقولك عشان خاطر ايه الفريك ما يقعش منها. لكن لا، في دلوقتي اللي هو الخله ممكن تقفلي بيها. ولو احترتي خالص خالص ممكن تجيبي ورق فويل وتحطي فيها الحمامه وتلفيها كده زي البونبونيه وترميها ايه في الشوربه. هتستوي على فكره كويس جدا جدا جدا. دي يد يعني انا مجرباها كذا مره بحيث ان الفريك اللي جواها ما يقعش في الشوربه. فاهمه ازاي؟ تحطيها في ورق فويل وترميها في الميه بتاعت اللي هي انت غليها عشان خاطر تحطي فيها الحمام. بصي بقى هنا الجناح بعمله ازاي، بحطه كده من ورا بحيث ما يبقاش الجناح طالع كده شبه الابره، لان انتوا عارفين الجناح بيبقى صغير جدا. فانا بحط الجناح كده من ورا، ودي هنا دي الفتحه اللي هنا بحط فيها الرجل بتاعت الحمامه كده زي ما انتوا شايفين بالراحه عشان انت ممكن تقطعيها وانت بتحطيها ممكن تقطعيها. والتانية نفس الحكايه، هتعملي برضو نفس الحركه دي كده. سهل جدا على فكره بنات، سهل جدا جدا طريقه حشو الحمام. واللي عنده طريقه تانية مختلفه برضو يقولي في كومنت، يقولي مثلا يا اسماء لا احنا بنعمل كذا، يا اسماء مثلا احنا بنعمل توابل كذا بنحط توابل كذا او بنعمل فريك بالطريقه الفلانيه كده يعني. واللي عنده معلومه برضو يفيد بيها اخته ممكن يحطها برضو في كومنت. إلهي أنت كده انا بقى ايه خلصت الكميه بتاعتي كلها وهرص لكم الحمام كله انا حشيته زي ما انتوا شايفين كده اهي. ولازم تحطي في زورها كده او في الرقبه بتاعتها كده فريك وتحطي الجناحات من ورا ما تسيبهاش طالعه كده اهوت شكلها يبقى مش حلو خالص في الطبق. ماشي، بس منظرها جميل ازاي، شكلها حلو قوي. وخدي بالك الفريك ما يبقاش بره. انا عندي هنا احجام، في بقى في طالعه عندي كبير وطالعه عندي صغير وكده. في بتاعه عبد الرحمن طبعا دي قال لي مش عايزه حشو خالص، هحطها له في الشوربه تتسلق وهياكلها متحمره كده عادي جدا بحته زبده كده عادي جدا. ادي كميه الحمام كله. طبعا كوبايه القهوه دي اساسا مع اسماء، دي اساسي كوبايه القهوه دي، عايزه اقول لكم مدمنه قهوه. كده انا بوريكم ازاي انا خلصت الحشو. وما تمليهاش يعني هتحاولي ما تمليهاش للاخر عشان ما تفرقعش منك. بصوا هنا دي مفتوحه ازاي. عايزه بقى ايه هعملها ايه، هحط لها في ورق فويل علشان كل الفريك دوت هينزل في الشوربه. فانا فعلا هحط 2 تقريبا في ورق فويل دي عشان ما ينزلش الفريك في الشوربه. وواحده كمان بتعمليها كده بنفس الطريقه دي. وما تخافيش تقولي مثلا مش هتستوي، لا تستوي على فكره عادي. طبعا عملتها زي البونبونيه كده بس انت بتشيلي الزيادات دي، ما تسيبهاش بقى طبعا كده ايه في الحله او ممكن تتنيها. فاهمه ازاي؟ وما تحطيش بقى ما تعمليش سمك كبير بالفويل عشان تستوي على طول، هو طبقه واحده بس. هنا هي خلاص الميه غليت خالص، هبتدي اسقط فيها الحمام اهي. والله شياكه والنبي حمام، بصي كله شياكه. ايه الجمال ده، عايزه اقول لكم والله طلع في منتهى الجمال جدا، حلو قوي قوي قوي. والفريك طعمه جميل يعني. هو بقى كمان حبه فريك في الاخر عملته زي فلفلته زي الرز كده، طلع في منتهى الروعه. وريتكم طبعا اللي هو بالفويل حطيته في الشوربه عادي جدا. دي بتاعت عبد الرحمن بقى عادي ولا متكتفه ولا معمول فيها اي حاجه، هو عايزها تتسلق وتتحمر. انا عندي كل واحد ليه
طريقه كده في اكله، كل واحد بيختار، يعني احنا كلنا مش بناكله زي بعض، كل واحد ليه اهدافه. كل واحد بياكل الحاجه بس بطريقه تانية مختلفه. طبعا حط حته التوم اللي قلت لكم عليها اللي هي بتاعت التكه الاخيره دي. كده خلاص احنا خلصنا الباميه وسلقنا الحمام وسيبناه يبرد شويه عشان نعرف نحمره. ماشي. الريحه بقى طلعت ايه فظيعه. كده خلصت كل حاجه. ادي الفريك اهو، حطيت الكبد والقوانص معاه، وعملت رز ابيض عشان انا ابني الكبير ما بيحبش الفريك، عملت له رز ابيض واحنا كلنا بنحب الفريك. ودي الشوربه، هو مش عايز شوربه الحمام، رحت عملت له شوربه بطماطم وكده بفص ثوم كده تتحمر مع المكرونه، وتحطي الشوربه وتحطي معاها معلقه صلصه. بصي بقى شكل الحمام وجماله. يعني عملت شوربه عاديه، شوربه بالطماطم، فريك، رز ابيض، الحمام، الباميه. بجد كان الاكل في منتهى الجمال، بجد في منتهى الروعه. وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك ودعوه حلوه وكومنت تحفيزي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.